بنتسأل كتير يا دكتور، هتعملي عملية المية البيضاء جراحة ولا ليزر؟ وهل دايما الليزر فعلا أحسن من الجراحة؟ الحقيقة هي كلمة ليزر كلمة شائعة، لكن الكلمة العلمية هي تفتيت المية البيضاء بالموجات فوق الصوتية. ميزة الموضوع ده إن أنت بتفتح فتحة صغيرة خالص حوالي مثلا 2 مللي أو 2.5 بالكتير، إن أنت بتفتت المية البيضاء جوه العين، بعد كده بتشفطها من نفس الفتحة الصغيرة دي، تيجي تزرع عدسة العين بتتني بتتحقن بمحقن خاص جوه العين من نفس الفتحة، فأنت بالتالي مش بتفتح فتحة كبيرة، مش بتحتاج تاخد غرز، فبالتالي فكرة يعني التأهيل بعد العملية المريض من تاني يوم بيبقى مش شايف كويس. طيب لكن هل كل العيانين بالنسبة لهم الليزر ده أحسن؟ لأ. لو انت استنيت على الميه البيضاء بتاعتك لمرحله متقدمه، او لو كانت القرنيه عندك اصلا فيها مشاكل او كده، احيانا بيبقى الجراحه بالنسبه لك افضل. طبعا عيوب الجراحه ان انا بضطر افتح فتحه كبيره اطلع الميه البيضاء مره واحده، فبالتالي لازم اخد غرز. الغرز دي بتعمل شويه استجماتيزم بعد العمليه، ممكن اضطر ان انا افكها مثلا بعد يعني من 4 اسابيع ل 6 اسابيع بعد العمليه. الفتره دي بيبقى المريض مش مرتاح قوي ومتضايق، لكن احنا بنلجا لها لما بتكون الحاله ضروري ان انت تعمل الجراحه، يعني مش دايما الليزر هو الاحسن، لكن في الاغلب هو الاحسن.